بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. انتهت مباراة الأهلي أمام سموحة، مباراة كولر لأول مرة من حوالي 6 أشهر كده، من بداية الموسم ده ومن نهاية الموسم اللي فات، أحس إن كولر رجع تاني يفكر. كولر رجع تاني يبقى ليه أفكار. اي مدرب لما بيبطل افكار بنقول عليه بطل. مش مهم ان الفكره تكون صح ولا الفكره تكون غلط، مش مهم ان الفكره تؤدي النتيجه بتاعتها او ما بتأديش النتيجه. المهم ان يبقى عندك مدرب عنده فكر، بيفكر، بيحاول يحسس الفرق التانية والمدربين التانيين ان هو ممكن في اي مباراه يكون بيغير، في اي مباراه ممكن ما يكونش ليه شكل محفوظ. وهنا حابب ارد على الكابتن سيف زاهر وهو بيتكلم مع ايمن يونس ووليد صلاح الدين، وهو بيتكلم معاهم وبيقول لهم انه الفرق الكبيره محفوظه وبتلعب بنفس الشكل وبنفس الاسلوب وبنفس اللعيبه وبالدنيا مستقر. اترد عليه من الكابتن وليد صلاح الدين وهو بيقول له ان في مباريات الكاس او مباريات الرابطه ممكن ما يكونش بيستخدم نفس التشكيله الاساسيه وبنفس اللعيبه، وان ده ما بيحصلش. كمان عايز اضيف، وما ده ما بيحصلش في مصر، عايز اضيف بس على الكلام هنا ان كمان هو ما فكرش وما اتكلمش وما سالش نفسه وهو بيقول ليه اللعيبه بعد الاسبوع الثالث والرابع بتقول في ارهاق وفي ضغط. ان في فرق زي الاهلي ما بتاخدش راحه. ضيف على ده انه اصلا الدوري المصري خلال السنتين 3 اللي فاتوا ما كانش بيسمح بوجود راحه للعيبه، راحه سلبيه. عجبني قوي الكابتن محمد ابو تريكه وهو بيقول ان الكابتن محمد صلاح حتى المباريات اللي ما جاش حضرها مع المنتخب قدر يستفيد بيها، قدر يركز. الراحه بتفرق يا جماعه. اللعيب مش مكنه، اللعيب مش آلة، لازم يرتاح، لازم العضله ترتاح، لازم الذهن يرتاح. فعجبني كولر قوي وهو قادر يبدا يغير فكره. مش مهم النهارده ادت لاحلى شكل او لا، لكن في الاخر استفاد كسب. الكره كانت جت في العارضه من سموحه مره واثنين ويقدر المباراه كانت تخسر تنتهي تعادل، ممكن قفشه كان يجيب الهدف، الفرصه اللي ضيعها وكان برضو الاهلي يفوز. هي دي المباراه اللي انا واخد بس على حكم المباراه. ايه كميه التدخلات العنيفه اللي في المباراه؟ مش ممكن تكون هي دي الجديه المطلوبه في المباراه. مش ممكن يطلع لاعب واثنين وثلاثه اصابات والحكم لسه مستني امتى يطلع الكارت الاصفر وبعدين بيطلعوا لياسر ابراهيم. لكن المباراه لا، في حاجات كتير كويسه فيها. محدش يستنى ان الاهلي يطلع من كبوه ومهزوز والسوشيال ميديا بتتكلم والجمهور بينتقد واللعيبه لسه عايزه تجدد، لعيبه عايزه تمشي، لعيبه لسه مش عارفه هتاخد قرار فين، وتبقى مستني ان الاهلي بيكسب 4 و5. يبقى انت مشجع لا تعلم شيء عن كره القدم. الفريق اللي بيمر بكبوه عشان يبدا يتحرك ويطلع منها اصبر عليه مباراه. يعني جمهور الاهلي اللي قاعد مستني ان الاهلي يطلع يروح يلاعب استاد ابيجان وبسهوله خالص يحقق المكسب ويرجع، لا، لسه حقق التعادل كويس، قدر يحقق الفوز. مش عايز حد يقول استاد ابيجان فرقه حصلت المجموعه هي عندها نقطه واحده بس، هو اللي الاهلي اللي عمله. لا، مباراه وتسافر ويبقى عندك تفكير وكلام وتقدر تحقق النتيجه. ده بيبين لك انك فريق بطل، فريق قادر تقوم بسرعه. قفشه عمل اللي عليه. قلت لكم من الاول كريم الدبيس لاعب محتاج فرصه. والناس اللي بتسال محللين بقى هستيري والناس تبدا تسال هو ليه عندنا اللعيبه الدنيا فيها زي كوكا ما بتبقاش احسن حاجه. لازم تبقى عارف ان في وقت عقل اللاعب بيتشغل. كوكا نفسه هو كمان يحترف. كوكا الذبذبه في مستواه ان هو كمان مش عارف هو الاساسي ولا مش هو الاساسي، هو الاهلي بيعتمد عليه ولا كمان الاهلي هيجيب له لاعب من بره فمش هيبقى ليه دور. طب الاهلي هيسيبه يمشي؟ الاهلي مش هيسيبه يمشي. كل ده فارق، كل ده بياخد من تركيز اللعيبه. النهارده الاهلي مبروك ليه.